ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهارده نعمل الكشري المصري بطريقة سهلة جدا، اوفر كتير وانضف من المطاعم وكله في حلة واحدة. قبل ما نبدأ دوسوا اشتراك ويلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة عندي الحمص، انا نقعاه 4 ساعات وهسويه على النار. هشوفه كده استوى، كان هنا فاضل له حوالي دقيقة وهنا خلاص كان استوى. هحطه تحت ميه بارده او ميه الحنفيه. بعد كده عندي العدس ابو جبه، هديله غلوه واحده بس على النار عشان ينزل الميه البنيه اللي موجوده دي، وبعد كده هحطه تحت ميه الحنفيه وبعد كده اصفيه. نيجي بعد كده لصلصة الطماطم بتاعة الكشري. عندي في حلة على النار نزلت بزيت، وبعد كده هنزل ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم، هحمر فيها لحد ما توصل للون الذهبي. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر عشان تكرمل البصل معايا. وهنا كان وصل للون الذهبي اللي انا عايزاه. بعد كده هنزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، هشوحه فقط لا غير مش هحمره. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الخل، واخر حاجه هنزل بيها هي عصير الطماطم. بعد كده بقى التوابل عباره عن كزبره وملح ومعلقه صغيره من السكر عشان حموضه الطماطم، وكمان كمون. واخر حاجه هنزل بيها رشه من البابريكا، وهسيب صلصة الطماطم عشان تتسبك أو تستوي على نار متوسطة. بعد كده بقى هبدأ أحمر البصل أنا مقطعاه جوانح، ونزلت عليه بمعلقتين من النشا غلفته كده. وبعد ما الزيت سخن هنزل بقى بالبصل وهسيبه يتحمر ويوصل للون الذهبي. هنا كان غير لونه، وهسيبه بس نص دقيقة كمان. وهنا خلاص كان اتحمر، هبدأ اطلعه واحطه في طبق، واهم حاجة ما احطش منديل مطبخ عشان يفضل مقرمش معايا. وبعد كده هكمل باقي الكمية. لدقة الخل والثوم عندي في حلة على النار نزلت بزيت، وبعد كده هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، هشوح في الثوم لحد ما يوصل كده يبقى داخل على اللون الذهبي. بعد كده هنزل برشة من الكمون وهشوح الكمون كده مع الثوم. وبعد كده بقى هنزل بكوباية من الخل ومعلقة من الملح، وهسيبها تغلي لمدة 5 دقايق على النار، وبكده تكون جاهزة. آخر حاجة معايا الكشري، عندي في حلة على النار هنزل بزيت. بعد كده هنزل بحوالي كوباية من الشعرية وهبدأ أحمر فيها لحد ما توصل للون الذهبي. بعد كده بقى هنزل بالرز وهبدأ أشوح في الرز كويس جدا عشان ما يعجنش. دي خطوة مهمة جدا، لازم يوصل لدرجة حرارة أو لنفس درجة حرارة الشعرية. بعد ما تشوح كويس جدا هنزل بقى بالمكرونة اللي هي المقصوصة أو الصغيرة دي، وهنزل بعد كده بقى بالعدس. طبعا كنت مدياله غلوة واحدة بس، وهقلب كله كده مع بعضه. وبعد كده هنزل بقى بملح وكمون وكزبرة. وهنا بقى كنت بشوف الصلصة بتاعت الطماطم كانت استوت، قفلت عليها. وبعد كده بقى هنزل بالمية المغلية. طبعا الرز او الكشري عموما مش هزود له ميه زياده، اكني بسوي رز محمر عادي، يعني فوق مستوى الرز بحوالي عقله صابع. هسيب بقى الرز يغلي، وبعد كده هنا بقى الرز كان غلي وتشرب الميه بتاعته، هوطي عليه النار تماما لحد ما يكمل السوى بتاعه. الكشري خلاص استوى، هطفي بقى النار عليه. والتركة هنا اني مش هغطي عليه تاني، وكل شوية هقلب من تحت لكده لفوق بالراحة عشان يخرج البخار فما يستويش زيادة عن اللزوم ويبقى مفلفل. وده بقى الكشري بتاعنا بعد ما غرفناه، طعمه لذيذ جدا من وراء الخيال. المكونات كلها مستوية مظبوط، والكشري مفلفل كله ما شاء الله، جميل جدا. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير، والسلام عليكم.